السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين قناة تعليم الفصالة والخياطة بالقيد، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة عباية كلوش معكم واسع. إذا بسم الله على بركة الله. أول حاجة كنبداو بها الدرس ديالنا دائما كناخذوا العبار ديال التوب قبل ما نفصلوه. بالنسبة لنوع التوب هذا فهذا نوع كريب، والمقاس اللي غادي نخدموا عليها غادي يكون مقاس كيتلبس ما بين دوبل اكس ال و 3 اكس ال. اذا كنمشي كناخذ قياس الطول هو الاول. قياس طول التوب هي هذيك الجهه اللي كتكون فيها الحاشيه. اذا بالنسبه لهذا الموديل غادي نحتاجوا 4 متر. اذا هذه متر ونصف، غادي نزيدوها متر ونصف اخرى باش تكون عندنا 3 متر. اذا هذه 3 متر، وهذه اللي بقات زايده لنا يعني متر اخر، يعني الطول ديال التوب هذا عندنا فيه 4 متر. إذا 4 متر هو الطول ديال هذا التوب. من بعد ما خديت القياس ديال الطول، الآن غادي ناخذ قياس العرض. بالنسبة للعرض ديال التوب هذا غادي يكون عندنا فيه متر ونصف. غالبا التوب ديال الكريب تيكون فيه متر ونصف. إذا كما كتشوفوا العرض ديال التوب هذا عندنا فيه متر ونصف، وبالنسبة للطول عندنا فيه 4 متر. إذا أول حاجة كنشيد هذيك الجهة اللي عندي فيها متر ونصف، في البداية كنطويها على 2 وكنعاود نطويها على 4. يعني هذيك الجهه اللي عندي فيها متر ونصف هي اللي طويتها على 4، وكنبقى تنقاد التوب بهذه الطريقه. الان غادي نحيدوا هذيك القيمه اللي غادي نخرجوا منها الاكمام، يعني الكوم كيجينا واسع على شكل كوم كلوش. اذا كنطوي التوب على 4 وغادي ناخذ القياس اللي غادي نخرج منه الاكمام. الطول ديال القيمه اللي غادي نخرج منها الاكمام فهي 100 سنتيم، يعني متر هو الطول اللي غادي نحتاجه باش نخرج منه الاكمام. الكوم كيجينا كلوش يعني كيجي واسع. اذا كناخذ القياس ديال متر وغادي نقطع هذه القيمه هذه اللي غادي نخرج منها الاكمام. اذا كنمشي كنقطع هذا القياس هذا ديال 1 متر يعني 100 سنتيم هي القيمه اللي غادي نخرج منها الاكمام. يعني الكوم كما سبق له ذكرت كيجينا واسع في اللبس. اذا حيدنا هذيك القيمه اللي غادي نخرج منها الاكمام. الان بقات لينا هنا 3 متر. كنشيد هذيك 3 متر وغادي نطويها على 2 باش غادي تصبح عندنا متر ونصف. اذا كنطوي هذيك 3 متر على 2 باش كتصبح عندنا هنا متر ونصف. وكنشيد هذيك الجهه اللي من التحت وكنمشي تنطويها بهذه الطريقه هذه، وكنشيد الحاشيه ديال هذه الجهه هذه وكنديرها مع الحاشيه ديال هذه الجهه الاولى اللي كنت خديت بيدي، وكنمشي تنقاد التوب بهذه الطريقه هذه باش كنطوي التوب على 4. وهذيك الجهه اللي مفتوحه ديال الحاشيه هي اللي رديتهم جهتي، وكنبقى تنقاد التوب قبل ما ندوز ناخذ المقاسات ديال هذا الموديل. هنا ضروري التوب يكون متقاد. يعني هذيك 3 متر طويناها على 2 كيصبح عندنا متر ونصف. وهنا كما كتشوفوا هذه هي الجهه ديال الحاشيه، الجهه اللي مفتوحه هما اللي رديتهم جهتي. من بعد ما طوينا التوب بهذه الطريقه هذه كيصبح عندنا في العرض 75 سنتيم في العرض ديال هذا التوب من بعد ما طويناه على 4. وبالنسبه للطول كيصبح عندنا متر ونصف، يعني هذيك 3 متر طويناها على 2 كيصبح عندنا متر ونصف. الان غادي ندوز ناخذ المقاسات ديال هذا الموديل. بالنسبه للقياس ديال رقبه العنق عندنا 8 سنتيم. كنسطر على 8 سنتيم وكنزل هنا ب2 سنتيم في هذيك الدوره ديال العنق الجهه ديال الخلف، وكنسطر بهذه الطريقه. بالنسبه لقياس الكول كنزل هنا ب 14 سنتيم وكندير دوره الكول بشكل عادي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لقياس الكتف عندنا 44 سنتيم كنقسمو على 2 كتصبح عندنا 22 سنتيم. وهنا القيمه ديال الكتاف غادي نطيحوها ب 17 سنتيم، وهذا القياس هذا اللي طيحنا به الكتف غادي نقصوه من طول الكوم، وكنميل هنا ب 4 سنتيم ميلان الكتف. وغادي نسطر هذه القيمه ديال ميلان الكتف بهذه الطريقه، وكنسطر من قياس الكتف حتى كنخرج في هذيك 4 سنتيم اللي نزلنا بها في الكتف. وكنجي من هذا المكان هذا وكنزل تقريبا 25 سنتيم
وغادي نسطر على هذا القياس هذا ديال 25 سنتيم. وهذا القياس هذا يمكن يكون أقل ويمكن يكون أكثر. الآن كنجي من أعلى مكان في الكتف وكنزل ب 40 سنتيم وكنحدد المكان ديال هذيك القصة اللي كتكون عندها فيها الكشكاشة في الخصر. إذا كنسطر على 40 سنتيم نفس القياس 40 سنتيم. بالنسبة لقياس دورة ربع الخصر عندنا 30 سنتيم، غادي نزيدو 1 سنتيم ديال الخياطة هي 31 سنتيم، وغادي نسطر على 31 سنتيم هو قياس دورة ربع الخصر. إذا كنسطر على قياس الخصر وكنجي من هذا المكان هذا وغادي نحدوه على أساس قياس دورة ربع الصدر. بالنسبة لقياس دورة ربع الصدر عندنا فيها 32 سنتيم، غادي نزيدو 1 سنتيم ديال الخياطة هي 33 سنتيم، وغادي نسطر على قياس الصدر اللي خلينا فيه 33 سنتيم. إذا كنسطر على قياس دورة ربع الصدر وكنسطر من قياس دورة ربع الصدر في اتجاه قياس دورة ربع الخصر وكنسطر بهذه الطريقة، وكنجي من هذا المكان هذا وغادي ننزل بجوج سنتيم باش ما كيجينيش التمجمع من تحت الاباط، وكنجيبها دايره بهذه الطريقه هذه. كنمشي كنسطر من هذاك المكان اللي كتكون عندنا فيه الخياطه ديالكم حتى كنخرج في هذيك جوج سنتيم، ومن تما كنخرج في قياس دورة الخصر باش كيجيني هذيك الخياطه دايره من تحت الاباط. وهنا غادي نسطر من قياس الخصر حتى كنخرج جهتي باش كتجيني هذيك التقطيعه ديال الخصر متقاده كتجي مخدومه بالكشكشه باش كنستغل الثوب كامل باش يجيني الموديل واسع. وكنمشي كنقطع هذيك الخياطه ديال الخصر. اذا قطعنا هذيك القيمه ديال الكشكاشه وهنا كنقطع قياس الرقبه ديال العنق الجهه ديال الخلف، وكنقطع قياس الكتف. بزاف كيجيونا طايحين ديال هذا الموديل، وهاد القيمه اللي طيحنا بها الكتف حنا غادي نقصوها من طول الكوم، وهنا كنتبع على حسب ديك القياسات اللي كنا حددناهم في هذا المكان. وهنا هذا المكان هذا ضروري كيجينا داير بهذا الشكل هذا باش ما كيجيناش التمجمع من تحت الاباط. وانا كنمشي تنقطع حتى كنخرج في قياس الخصر. اذا هذه القطعه العلويه اللي كتجي من الفوق، مازال غادي نرجعوا ليها باش نديروا فيها بعض التعديلات. وكنجي من هذا المكان هذا وكنطلع بجوج سنتيم باش ما كتجينيش هذيك الخياطه نازله من هذا المكان، وكنمشي كنقطع هذا القياس هذا ديال جوج سنتيم اللي كنطلعوا به من هذا المكان. هنا القيمه ديال الكشكاشه غادي نخليو فيها 40 سنتيم، باش كيجينا هذا الموديل واسع في اللبس. اذا كنسطر على 40 سنتيم، والان غادي نحدد القياس ديال طول هذا الموديل. كناخذ بعين الاعتبار القيمه ديال حق الخياطه اللي كتكون عندنا في هذا المكان. كنزل سنتيم في اعلى مكان في الكتف وكناخذ قياس الطول. بالنسبه لقياس طول هذا الموديل غادي نخليو فيه 247 سنتيم، وهذا القياس هذا يمكن يكون اقل ويمكن يكون اكثر. كنسطر على 247 سنتيم. وبالنسبه للعرض ديال من الاسفل من التحت غادي نخليو هذا الموديل واسع، غادي نخلي فيه 71 سنتيم تقريبا في العرض باش هذا الموديل كيجينا كلوش في اللبس. من هذا القياس هذا ديال 71 سنتيم غادي نخرج في هذاك القياس اللي كنا حددناه في هذيك القيمه ديال الكشكاشه اللي كنا ضفناها جهه خياطات الخصر، وكنسطر على حساب هذيك القياسات اللي كنا حددناهم. وكنمشي كنقطع من هذيك القيمه اللي كنا ضفناها ديال الكشكاشه حتى كنخرج في قياس العرض اللي خليناه من الاسفل من التحت. وكنهبط تنقطع حتى كنخرج في هذيك القياس اللي كنا حددناه في العرض ديال الجلي من الاسفل من التحت. وهنا كنمشي كنقطع قياس طول
بطريقة عادية. إذا قطعنا قياس الطول، هنا من الأفضل ناخذ قياس الطول بهذه الطريقة. كنزل السنتيم في أعلى مكان في الكتف، وكنشوف هذاك القياس اللي كنا خليناه ديال 247 سنتيم، وكنبقى دائما كنخلي السنتيم في أعلى مكان في الكتف، وكندور تنسطر بهذه الطريقة هذه. نفس القياس 247 سنتيم باش كيجيني الطول متقاد، وكنمشي كنسطر على 247 سنتيم حتى كنخرج جيت الجوانب. هنا ملي كناخذ القياس ديال هاد القيمة اللي طلعنا تقريبا كتخرج لنا 10 سنتيم. يعني باش نتحكموا في قياس الطول يجينا مضبوط، من الافضل ملي يكون عندنا الموديل واسع ناخذوا هاد الطريقه هذه ديال القياس. اذا طلعنا هذيك القيمه من جهه الجوانب باش ما يجيوناش الجوانب نازلين. هنا بقات لينا 40 سنتيم هي القيمه ديال الكشكشه اللي كتجينا هنا جهه الخصر بهذه الطريقه باش كيجينا الموديل واسع كما سبق لي وذكرت. اذا غادي نحيد الجهه ديال الخلف وغادي نخلي الجهه ديال الامام. الجهه ديال الامام اللي غادي نديرو فيها بعض التعديلات كما غادي نشوفوا. كنخلي الجهه ديال الامام ضروري التوب يكون متقاد، عاد نقطع دوره الكول. اذا كنقطع دوره الكول بطريقه عاديه على حسب هذيك القياسات اللي كنا خليناهم. وهنا غادي نقص من الجهه ديال الامام تقريبا 1 سنتيم باش ما يبقاش هذا الموديل كيرجع للخلف. اذا كنمشي كنقص هذاك سنتيم، وبعض الاحيان يمكن لي نقصو حتى 2 سنتيم باش ما تبقاش هاد العبايه كترجع للخلف. اذا كنمشي كنقص من الجهه ديال الامام، الجهه ديال الخلف كنخليوها كما هي ما تنقصوهاش. اذا نقصنا من الجهه ديال الامام، الان كنرد الجهه ديال الخلف مع الجهه ديال الامام، وهكا كنكونوا كملنا الفصاله ديال جهه الامام والجهه ديال الخلف بطريقه عاديه. الان غادي ندوزو باش نفصلوا الاكمام. كنخلي هذيك القطعه العلويه تكون حدايا باش عليها غادي ناخذ القياسات. يعني هذيك القيمه اللي كنا طيحنا بها الكتاف غادي نقصوها من طول الكوم. كنشد هذيك القطعه ديال الاكمام، هذا هو الطول ديال هذيك القطعه، غادي نطويها بهذا الشكل هذا. يعني هنا غادي نطوي هذيك القيمه اللي كنا غادي نخرجوا منها الاكمام على 4، وهذيك الجهه اللي مفتوحه هي اللي رديتهم جهتي. اذا كنشد هذيك القطعه العلويه وكنزلها حدايا باش عليها غادي ناخذ القياسات ديال هاد الاكمام. الاكمام اللي كيجيونا واسعين مخدومين بالكشكشه من جهه خياطات الكتف. اذا كنزل هذيك القيمه اللي غادي نخرجوا منها الاكمام بهذه الطريقه هذه، وهنا كنقاد الثوب من هذه الجهه هذه حيت هذيك الجهه كتكون مسدوده، كنمشي كنفتحها بالمقص وكنزل الثوب بهذه الطريقه هذه مع ديك الجهه ديال الكتف. هنا القيمه اللي كنا طيحنا بها الكتاف هي 17 سنتيم. هذيك 17 سنتيم غادي نقصوها من طول الكوم. الجهه ديال الكوم كتكون عندنا فيها الكشكاشه. هنا بقات لنا 24 سنتيم بعد ما نقصنا 1 سنتيم من جهه الامام. هنا جهه الكوم غادي تبقى لنا 37 سنتيم. هاد 37 سنتيم عندنا فيها 13 سنتيم هي قيمه الكشكاشه. بالنسبه لطول الكوم غادي نخليه زايد شويه، تقريبا غادي نخلي فيه 51 سنتيم، حيت هذا الكوم كيجينا كلوش كيجي واسع. من الافضل نخليوه زايد 1 سنتيم على القيمه العاديه. هاد 51 سنتيم هو نفس القياس اللي غادي ننزل من هاد الجهه هادي، وكنجي من هاد القياس ديال الطول وغادي ندخل ب 15 سنتيم. يعني باش كيجيني الكوم داير من هاد المكان هذا، وغادي نخرج من هاد القياس هذا اللي دخلنا به ديال 15 سنتيم في اتجاه داك القياس اللي كنا حددناه ديال 37 سنتيم. يعني القيمه ديال هذيك الخياطه ديال الكوم اللي كتكون عندها فيها الكشكاشه. ومن هاد القياس هذا ديال 15 سنتيم كنمشي كنسطر بهذا الشكل هذا بشكل داير حتى كنخرج في هذيك القيمه ديال الطول الكوم اللي كنا خليناها
باش كيجينا هذاك فم الكم كيجي واسع كلوش وكيجي داير بهذه الطريقه هذه. كنمشي كنسطر بهذا الشكل هذا، وحتى من هذه الجهه هذه نفس الشيء كندور كنسطر على فم الكم بهذه الطريقه هذه باش كيجيني الكم واسع كلوش عريض من هذا المكان هذا. كنتمنى الفكره تكون واضحه، وفي حاله تبانت لكم شي حاجه غير مفهومه يمكن لكم تكتبوها لي في التعليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله بحول الله. وكنمشي كنقطع بشكل عادي. في حاله بغيتوا الكم يكون واسع اكثر من هذا يمكن لكم تزيدوا في هذيك القيمه اللي خرجنا منها الاكمام. وهنا تنمشي تنقطع هذاك المكان اللي كتكون عندنا فيه الخياطه ديال الكوم. هنا كتكون عندنا الكشكاشه في هذه الخياطه. اذا هذه اسهل طريقه باش نفصلوا بها هذا الكوم. هنا من بعد ما جانا الكوم داير بهذا الشكل هذا تقريبا بقى لينا فم الكوم 52 سنتيم. هذا قياس كافي باش يجينا هذا الكوم واسع في اللبس. هنا كنعاود نذكر بلي هذيك الجهه اللي مفتوحه هي اللي درناها من هذه الجهه هذه. كما كتشوفوا الكوم كيجينا واسع بحال الشكل هذا، كيجينا الكوم واسع وداير بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. اذا فصلنا الاكمام، الان غادي نفصلوا هذيك القطعه ديال الثوب اللي غادي نفينوا بها الكول، يعني هذيك القطعه ديال البي. هنا كنطلق الثوب على واحد، كنختار واحده من هذيك القطع ديال الثوب اللي كيبقاو لي شايطين، هما اللي غادي نفصل بهم هذيك القطعه ديال البي. بالنسبه للطول واخا نخليوها زايده ماشي مشكل، غادي نقصوا منها في المرحله ديال الخياطه. بالنسبه للعرض ديالها غادي نخليو فيه 3 سنتيم. اذا كنمشي كنسطر على 3 سنتيم. هنا هذيك القطعه ديال الثوب غادي نخليها زايده حتى نقص منها في المرحله ديال الخياطه. وكنمشي كنقطع هذيك القطعه اللي غادي نديرو بها البي بالنسبه لهذا الكول. اذا كنمشي كنقطع هاد القطعه ديال الثوب هي اللي غادي نديرو بها الفينيسيون ديال الكول. وهكا كنكونوا كملنا الفصاله ديال هذا الموديل ديال هاد العبايه اللي كتجينا كلوش واسعه في اللبس، وحتى الكوم كيجينا كلوش. كنتمنى الشرح يكون واضح. الان غادي ندوزو للمرحله ديال الخياطه. اول حاجه غادي نجمعوا الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف. هذه هي الجهه ديال الخلف هي اللي كنديرها من التحت وكنزل عليها الجهه ديال الامام، وكندير الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الثوب، وغادي نخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وكنمشي كنجمع الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف. اذا كنمشي كنجمع الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف بطريقه عاديه. اذا هذه الجهه الاولى. الان غادي نخيط الجهه الثانيه نفس الطريقه. كنخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وكنمشي كنجمع الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف. سبقنا الخياطه ديال الكتف هي الاولى باش غادي نديرو الفينيسيون ديال الكول. اذا هذه القطعه العلويه الجهه ديال الامام والجهه ديال الخلف. كنشد هذيك القطعه ديال الثوب اللي غادي نديرو بها البي لهاد الكول. وهنا انتبهوا معايا، الخياطه الاولى غادي ندير هذاك الدخلاني ديال الثوب هو اللي من الفوق، وهذاك الوجه ديال البي هو اللي كنديرو مع داك الدخلاني ديال الثوب. وكنبدا الخياطه من جيت الخياطه ديال الكتف مايله شويه جيت الظهر ديال هذا الموديل. وهنا غادي نخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وغادي نمشي كنخيط هذا الكول. الكول غادي نخدموه بالبي باش غادي يجينا انفيني مخدوم بطريقه زوينه. اذا كندور مع الكول بالخياطه بطريقه عاديه، ما كنجرش البي وما كنجرش الثوب، يعني كنخدم بشكل عادي وكندور مع هذا الكول بالخياطه. نفس القياس باش بديت هو نفس القياس اللي خصني ندور مع هذا الكول بالخياطه.
وهذيك الزياده اللي بقات لي ديال هاد البي غادي نجمعوها بالخياطه، عاد غادي نقطعوها بالمقص. اذا كنمشي تنخيط من هاد الجهه هادي، وهاديك الزياده كنقطعوها بالمقص بهذا الشكل هذا. هنا كنمشي كندير هذيك الكرانات بالمقص، كندور مع الكل كامل بهاد الكرانات باش ملي نقلب هذيك البي على برا كيجيني نازل. الان كنقلب الثوب على الجهه ديال برا كما كتشوفوا، وغادي نمشي كندير هذيك البي هنا بنفس الطريقه. غادي نبدا الخياطه من جهه الخياطه ديال الكتف مايل شويه جهه الجهه ديال الظهر، وكندير الطويه الاولى والطويه الثانيه. وهنا القياس اللي طويت هو اللي خصني ندور مع هذا الكول بالخياطه، يعني بحال اللي كنخدم هذيك التكفيفه ديال اللوغلي، يعني طريقه سهله وبسيطه. كندير الطويه الاولى والطويه الثانيه، وهنا ضروري الخياطه تكون متقاده، ما تكونش جهه عريضه وجهه رقيقه، باش كيجيني الكول مفيني مخدوم بطريقه زوينه. وهنا تمشي تنخيط حتى كنوصل للمكان اللي بديت منه الخياطه. كيجيني الكول مخدوم بالبي بهذه الطريقه هذه مفيني كيما على برا كيما للداخل، يعني البي كيجي مخدوم بطريقه سهله ورائعه في نفس الوقت. كنتمنى الفكره تكون واضحه، وفي حاله بانت لكم شي حاجه غير مفهومه يمكن لكم تكتبوها لي في التعليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله بحول الله. الان غادي نديروا الكشكاشه اللي كتجينا في خياطات الخاصر. اول حاجه كنرخو في الطونسيون، كنزيد في القياس ديال الغرزه، وكنمشي تنخيط على الحريف ديال الثوب. هذه الجهه الاولى، الجهه ديال الامام. اذا كنمشي تنخيط هذيك الخياطه ديال الكشكاشه اللي كتجينا في الخاصر. يعني هنا الخياطه ديال الكشكاشه فهي كتكون اكبر حجم، يعني الموديل كيجينا واسع. كنشيد الجهه الثانيه ديال الخلف بنفس الطريقه، كنمشي كنخيط على الحريف ديال الثوب. اذا كنمشي كنخيط بنفس الطريقه اللي خيطنا بها الجهه الاولى. اذا كنرد هذاك الطونسيو كما كان، والقياس ديال الغرزه كنردو القياس اللي كان عندي من قبل. الان كنشيد هذاك الخيط ديال الكانيط وكنبقى تنجر. انا كنجر وهذيك الكشكاشه كتبقى كتجمع في هذا المكان هذا، وكنبقى تنفرق الكشكاشه على هذاك القياس ديال الثوب كامل، وكنبقى تنقيسها مع ديك القطعه ديال الثوب اللي غادي نخيطوه معاها. ملي كيجيني القياس مضبوط كندوز للمرحله ديال الخياطه. جاني القياس ناقص او زايد، اما كنبقى تنرخو في هذاك الخيط او كنزيد كنجر الخيط. اذا كنمشي كنقيس مع ديك القطعه ديال الامام اللي غادي نخيطوه معاها. اذا القياس جاني مضبوط غادي ندوز للمرحله ديال الخياطه. كندير الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الثوب، وغادي نخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وغادي نمشي تنخيط هاد الخياطه ديال الخاصر اللي كتجينا بالكشكاشه. اذا كنمشي تنخيط بطريقه عاديه. هنا ضروري ننتبه مع ديك الكشكاشه، حيت هنا الكشكاشه كتكون عندنا زايده حيت الموديل واسع. اذا تبقى تنخيط وانا تنقيس. اذا ضروري نبقى تنقاد بيدي وانا تنخيط باش كتجيني هذيك الكشكاشه مفرقه على هاد الخياطه ديال الخاصر. كما كتشوفوا القياسات كيجونا مضبوطين. اذا هذه الجهه ديال الامام. اذا خيطنا الجهه ديال الامام كتجينا بحال هكا على برا، يعني الكشكاشه كتجي واضحه. يعني هذا الموديل هذا كيجينا واسع في اللبس. الجهه ديال الجوانب كيجونا الخياطات متقادين. وكنشيد الجهه ديال الخلف وغادي نخيطها بنفس الطريقه اللي خيطنا بها جهه الامام. كندير الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الثوب، وغادي نخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وكنمشي تنخيط الجهه ديال الخلف. يعني هذا الموديل هذا فهو كيجي واسع، يعني كيجي كلوش، وحتى الاكمام كيجيونا واسعين في اللبس. بنفس الطريقه
كنبقى تنقاد بيدي وانا تنخيط الجهه ديال الخلف. اذا تمشي تنخيط الجهه ديال الخلف بنفس الطريقه اللي خيطنا بها الجهه ديال الامام. كنبقى تنخيط وانا تنقيس باش ما تجينيش جهه زايده على جهه. اذا كما كتشوفوا الجهه ديال الخلف خدمناها بنفس الطريقه اللي خدمنا بها الجهه ديال الامام. كتجيونا بحال هكا ديك الكشكاشه، هذه هي الجهه ديال الامام. كتجينا الكشكاشه في الخياطه ديال الخصر مخدومه بهذه الطريقه هذه هي الجهه ديال الامام. والجهه ديال الخلف نفس الطريقه كتجينا مخدومه بالكشكاشه، يعني الكشكاشه كتكون واضحه والموديل كيجينا واسع في اللبس. اذا خدمنا الكشكاشه بالنسبه للجهه ديال الامام والجهه ديال الخلف. الان غادي نخيطوا الاكمام. هو المكان اللي كتكون عندنا فيه الكشكاشه اللي كتجينا من جهه خياطات الكتف. اذا غادي نمشي تنخيط على الحريف ديال الثوب بنفس الطريقه، كنرخف الطونسيو وكنزيد في القياس ديال الغرزه، وغادي نمشي تنخيط الكشكاشه ديال الاكمام. اذا كنمشي كنخيط بشكل عادي. اذا هذا الكم الاول، كنشيد القطعه الثانيه ديال الكم وكنمشي تنخيط بنفس الطريقه على الحريف ديال الثوب. الان كنرد الطونسيو كما كان والغرزه كنردها للقياس اللي كان عندي من قبل. كنشيد الخيط ديال البواطه كانيط وكنبقى تنجر. انا كنجر هذاك الخيط والكشكاشه كتبقى كتجمع بنفس الطريقه اللي خدمنا بها الكشكاشه ديال الخصر، وكنبقى تنفرق هذيك الكشكاشه على هذيك القياس ديالكم كامل باش ما كتجينيش الكشكاشه مجموعه غير في مكان واحد. كنطوي الكم بهذا الشكل هذا وكنقيس هذيك القيمه ديال الكشكاشه مع هذيك القيمه ديال الخياطه اللي غادي نخيطوه معها. الان كنشيد المكان اللي غادي نخيطو فيه الكم وتنقيسها معها. في البدايه كنطوي الكم على اثنين بهذه الطريقه هذه، وكندير واحد العلامه في الوسط. كنحدد الوسط ديال الكم وتنقيس مع هذيك القيمه اللي غادي نخيطوه معها. الا جاني القياس مضبوط كندوز للمرحله ديال الخياطه. جاني القياس ناقص او زايد، اما كنزيد نرخف هذاك الخيط او كنزيد نجر الخيط. وانا ملي كنت نخيط الكم ضروري ننتبه لهذيك القيمه اللي كنا نقصناها من الجهه ديال الامام باش ما تبقاش هاد العبايه كترجع للخلف. باش كيجيني الموديل مخدوم بطريقه زوينه. كنبقى تنفرق هذيك الكشكاشه وانا تنخيط. ضروري نبقى تنقاد بيدي باش هذيك الخياطه ديال الكشكاشه كتجينا مفرقه مخدومه بطريقه صحيحه. اذا ضروري نبقى تنخيط وانا تنقيس. اذا القياس كيجينا مضبوط كما كتشوفوا معايا. باش كتجينا الخياطه ديال الكشكاشه في هذا الكم مخدومه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. اذا الكم الثاني خدمته بنفس الطريقه. الان غادي نجمعوا الجوانب. هذا هو فم الكم. كنبداو الخياطه من هذا المكان هذا وغادي نهبط تنجمع الجوانب. وهذيك الخياطه اللي درنا ديال الكم ضروري خصها تكون متقاده. كما كتشوفوا فم الكم كيجينا واسع، يعني كيجي كلوش من هذا المكان. وهنا هذيك الخياطه ديال الخصر ضروري خصها تكون متقاده بنفس الطريقه. اذا كنقاد هذيك الخياطات وكنهبط نجمع الجوانب بشكل عادي. كنخلي سنتيم واحد حق الخياطه وكنهبط نجمع الجوانب وانا تنقاد باش ما تجينيش جهه زايده على جهه. الجهه الثانيه ديال الجوانب خدمتها بنفس الطريقه. الان غادي نديرو لوغلي، يعني هذيك التكفيفه اللي كتجينا من الاسفل من التحت. هنا دايرين السرجي غادي ندير غير واحد الطويه. لو ما كنتش داير السرجي غادي ندير جوج طويات باش ما يبقاوش هذوك الخيوط كيتحلوا. وكندور مع الجليل بالخياطه كاملين حتى كنوصل للمكان اللي بديت منه الخياطه.
اذا هذا هو فم الكوم كما كتشوفوا كيجينا واسع بحال هذا الشكل هذا، وكتجينا الكشكاشه من هذا المكان. الان غادي نديرو هذاك لوغلي ديال الكوم نفس الطريقه. غادي ندير غير طويه واحده حيت داير السرجي، وهنا من الافضل نطوي غير شويه في الثوب وكندور مع هذا الكوم بالخياطه. القياس اللي بديت به الخياطه هو اللي خصني ندور مع هذا الكوم بالخياطه كامل باش كتجيني هذيك الخياطه ديال الاكمام متقاده. اذا هذه هي اسهل طريقه باش نفصلو ونخيطو بها هذا الموديل اللي كيجينا كلوش واسع، وحتى الاكمام كيجيونا واسعين مخدومين بالكشكاشه. كنتمنى الشرح يكون واضح. والان غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال هذا الموديل. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الموديل. كيجينا الكول مخدوم بالبي، كيجي مفيني مخدوم بطريقه زوينه. وهذه هي هذيك القطعه ديال الكشكاشه اللي كتجينا في الخصر، كتجي دايره في الجهه ديال الامام وفي الجهه ديال الخلف. بالنسبه للكتاف كيجيونا طايحين، والدوره ديال تحت الاباط كما كتشوفوا كيجينا مخدوم بهذه الطريقه هذه، ما كاين لا تكماش لا حتى شي حاجه. بالنسبه للكم كيجينا واسع كما كتشوفوا، كيجي كلوش يعني كيجي عريض جيت فم الكوم. يعني هذا الموديل فهو كيجي رائع في اللبس. وبالنسبه للعرض فهذا الموديل فهو كيجي واسع يعني كيجي كلوش. كنتمنى تكونوا استفدتوا. الله تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.